ضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ جوزيف براودي، الصحافي والكاتب الأمريكي المهتم بشؤون الشرق الأوسط. حياك الله أستاذ. الله يحييك. نعم، والدتي وهي من عائلة عراقية يهودية. جذور والدتك وهي عراقية من أصول يهودية أو يهودية. طيب، ذكرت في كتابك أنه جدك حخام. نعم. وأنه كان حخاما جدك لأمك في بغداد. جد أمي كان حخام. فأنا تشرفت بالتعرف على الشيخ مصطفى أبو رومان في عمان الأردن. أنا تعرفت عليه من بضعة سنوات، ومنذ ذلك الوقت إحنا تقريبا على اتصال دائم. كل مرة آتي إلى الأردن أزوره ونتراسل بالفيسبوك والإيميل والهاتف. طيب. جميل. وكل الزيارات كانت زيارات صحفية تركز فيها على القضايا السياسية، أم أيضا قضايا الفنون كانت من ضمنها؟ قضايا الفنون، قضايا سياسية، قضايا حضارية. اهتمت مثلا قبل بضعة سنوات بموضوع تدريس الأئمة، تدريب الأئمة على الإسلام المعتدل الأصيل. فرحت الأردن وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف الأردنية كان لدي الفرصة أن أشرف على نشاطات وزارة الأوقاف.